بصراحة كانت فترة يعني طويلة غبت عنكم، وبصراحة أشكر الناس اللي كانت بتساعدني وكانت تسأل عليا، كانت بتقول إمتى يعني هترجع تاني، أو هل في إمكانية إن أنت تعمل قناة تانية أو حاجة زي كده. بس الحمد لله رجعنا للقناة الأساسية بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وأخيرا بعد انقطاع أكتر من 10 شهور تم بحمد الله يعني استرجاع القناة بفضل ربنا وكرمه. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ وبفضل يعني الناس اللي وقفت جنبي، والشكر طبعا لفريق الدعم بتاع اليوتيوب اللي تابع معايا الموضوع خطوة بخطوة لحد ما قدرنا نرجع القناة والحمد لله. بصراحة أنا وصلت لمرحلة إني بدأت أفقد الأمل إنها ترجع تاني. في لحظة كده وأنا قاعد قلت أجرب شات جي بي تي واشوف هيقول ايه في الموضوع بتاع القناه بتاعتي. فسالته سؤال بسيط يعني، وقلت له انا معايا قناه على اليوتيوب وكده، فالقناه اتقفلت او اتهكرت او في حد احتال عليها واتقفلت القناه. طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. وهو ما صدق ما سألته السؤال، حسيته ان هو متحمس اكتر مني، فلقيته تابع معايا الموضوع خطوة بخطوة لدرجة ان يعني قلت له لو القناة رجعت ليك الحلاوة. بدأت أتابع على الخطوات اللي هو كان بيقول عليها. رسالة الدعم على تويتر كان ردهم عليا بعدها بساعتين أو 3 ساعات بالكتير. فبدأت أتواصل معهم الأول عن طريق التغريدات، بعدين هم بعتوا لي رسالة على الرسائل الخاصة على تويتر. بعد كده لقيت حد من فريق الدعم على اليوتيوب بيراسلني على الإيميل بتاعي البديل، فبدأت أرجع أتابع معاه خطوة بخطوة لحد ما الحمد لله رجعت لحضراتكم تاني. بصراحة كانت فترة يعني طويلة غبت عنكم، وبصراحة أشكر الناس اللي كانت بتساعدني وكانت تسأل عليا وكانت بتقول إمتى يعني هترجع تاني، أو هل في إمكانية إن أنت تعمل قناة تانية أو حاجة زي كده. بس الحمد لله رجعنا للقناة الأساسية بتاعتنا. بس عايزة أقول حاجة أخيرة، يعني سبب قفل القناة اصلا يعني موضوع اصلا يعني يضايق، ومعرفش هو كان هيقبل على نفسه حاجة زي كده ولا لا. ان هو لما سألت الدعم قال لي ان هو في حد حاول ينسب القناة لي، يعني هو انه في حد طلب ملكية القناة اصلا. انت بتتكلم جد؟ فمش عارف ازاي حد هيقبل على نفسه ان هو ياخد مجهود حد تاني بكل سهولة كده، ان هو بعبقرية يعني او شوية فهلوة وكده يتحايل على اليوتيوب وكده فينسب القناة ليه. فلما لقي اليوتيوب ان الردود بتاعته غير دقيقة بالنسبة للقناة والرابط بتاعها وكده، فاضطر القناة يقفلها ليه وليا، لان هو كده اليوتيوب يعني زي حس فيه الزوجية في الموضوع، ان هو القناة مش عارف يحددها هي بتاعت مين فينا، لحد ما انا اثبتت له وارسلت له التقارير وارسلت الورق اللي معايا فتأكدوا ان دي القناة خاصة بيا. فيا ريت يعني محدش ينسب حاجة مش ليه، يعني هيقبلها على نفسه ازاي. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف. وبرضه كنت بلاحظ الفترة الأخيرة أو الفترة اللي فاتت دي إن كانت في ناس بتحاول أو بتقلد التصميمات اللي كنت بعملها على اليوتيوب. أنا ما عنديش مشكلة إنك تقلد التصميمات، بس على الأقل من باب الشكر. يعني قالك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فحتى ما بيجيبش اسمي في تعليق ان دي مثلا يعني اتعلمتها من قناة كذا او استفدت حاجة معينة من قناة، لا مفيش خالص. هو بينسب التصميم ده بتاعنا، وبلاقي ناس برضو بتنزل التصميمات على البيهانس بتاعها. انا ما عنديش مشكلة، بس يعني من باب الشكر حتى اقول اي كلمة كده في حقي يعني كده، يعني اي كلمة انا هقبلها مفيش مشكلة، بس ما تنسبش الفضل ليك كله من دون ما ذكر اي حد انت اتعلمت منه. انا اكتر حد بتعلم منه اي حاجة بذكره، يعني بقول فلان الفلاني انا اتعلمت منه حاجات كتير، او الشخص ده او الشخص ده، وده اللي علمه لنا ديننا. لكن انك تنسب الحاجة ليك وانت اصلا واخدها من حد تاني، دي حاجة يعني ما قبلهاش انا، او ما اي حد ما يقبلهاش في الدنيا يعني كلها، تبقى حاجة رخمة.
بصراحة أنا مشتاق للرجوع للقناة وللدروس الجديدة إن شاء الله اللي أنا هنزلها الفترة الجاية. فانتظروني الأيام الجاية إن شاء الله بفيديوهات هتكون إن شاء الله بالتعليق الصوتي الشرح الكامل، يعني من غير الفيديوهات اللي كنت بنزلها الأول، علشان خاطر ناس كتير اتضايقت من الاسلوب اللي انا كنت بتابعه في الاول. فان شاء الله دي يعني فرصة ان انا احسن بقى القناة بتاعتي وانزل فيديوهات بالشرح كامل بالصوتي، حتى وان كنت مش هظهر فيها بوجهي، بس هضطر اعلق يعني حتى عشان الناس تستفاد اكبر استفادة من الدروس اللي هنزلها. فانتظروني ان شاء الله الفترة القادمة بالدروس الجديدة. بشكركم مرة تانية على صبركم معايا على القناة، وبشكر الناس اللي سألت وتابعت معايا، والحمد لله انا رجعت لكم، وان شاء الله انتظروني في الفيديوهات القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.